نوال قررت ترمي شباكة يمكن يوقع معتز فيها. هي بتعرف انه ما بيفكر بالزواج، فخططت تصير عشيقته مشان تطالع منه قد ما بتقدر مصاري. يوم اللي قررت تروح لعنده لبست أحلى شي عنده، وحرصت إنه تكون الثياب بتبرز كل مفاتنة. وقدام المحل وقفت وصارت تتفرج على العطور، واختارت مكان على الواجهة لحتى تشوف عيون معتز بسهولة. وما إن شافه الشاب العطار حتى طلع لعنده ركض، وعلى وجهه ابتسامة عريضة، ودعاها تفوت لعنده. هي ابتسمت وعرفت إنها صابت الهدف، وصارت متأكدة إنه الفريسة صارت تحت إيده. معتز كان شايف الأمور من منظوره، وإجابة لدعوته يعني إنها وقعت بشباكه. دخلت نوال بتمايل ودلع وهي عم تطلع بعيونه، وطلبت من أجود أنواع العطور. فوراً طلع قنينة من الخزانة التحتانية وقال له إنه هذا العطر نادر جداً، وإنتي أول امرأة بتاخد من هالعطر النادر. ولما طلعت فيه نوال وقبل ما يعطيها القنينة قال له ما في مرأة على وجه الأرض تستاهل هذا العطر أكثر منك. هون نوال عرفت إنه موسم الصيد بلش بكلامه الشاعري.